رهف لم تنم البارحة، وحين سألته عن السبب كانت إجابتها: أنا قلقة جدا على صديقتك التي ستتزوج هذا الشاب الذي لا يحبها. لم أستطع منع نفسي عن التفكير بها. أرجوك حاولي منعها. علي حزين على لين، صديقة طفولته التي أصيبت بالاكتئاب مؤخرا إثر ترك خطيبها لها. تراه يوميا يبحث عن الدعابات ليرويها لها، يرسل الشكر وزهور الأقحوان مع أختها. وحين بكت بمرارة أمامه ذهب لضرب خطيبها السابق دون تفكير، ودخل السجن بسبب ذلك. يارا لا يسعها النوم دون الاطمئنان على أحمد. تراقب نشاطه على الانترنت. سمعت مرة بأن هناك تفجيرا حدث في الحي المجاور لبيته، جعلت صديقاتها تستنفرن جميعا ليحصلن على خبر حول أحمد شاب حبته وتركها منذ عامين كاملين. مجد حصل على 6 كسور فقط لأنه سمع صراخ جارته وهي تتلقى الضرب المبرح من أخيها، لذا لم ير نفسه إلا وهو يطرق باب بيتهم ويتدخل لحمايتها دون تفكير. لكل منا نعمة يولد بها وأحيانا نقمة، ولكن هؤلاء الذين يأتون للدنيا وهم مثقلي العاتق بغريزة الحماية هم الأتعس حظا لأنفسهم والأكثر جلبة للحظ لغيرهم، هم من تدفعهم قلوبهم لحماية الغير قريب أو بعيد على تواصل معه وقد انقطعوا. من أسهل الأمور عندهم أن يشعروا بالقلق على أحدهم، أن يدافعوا عنه، أن يحزنوا لأجله. هم المسؤولين فوق قدرتهم، هم أصحاب النعمة والنقمة ذاتها.